هناك مخالفات شرعية حدثت في بهو فندق مالي لا يرضاها الله عز وجل، وما لا يرضي الله عز وجل فهو خزي وعار. الكاميرات تغلق عند منتصف الليل، أنا أتحدث عما يجري بعد منتصف الليل، عما يجري عند الثالثة صباحا والرابعة صباحا، عندما تجلس سيدة في وسط الرجال وتحسر وترمي حجابها بعد الثالثة صباحا وتقهقه وسط الرجال وسط أضواء خافتة. هذا مثال واحد فقط لمخالفة شرعية يرفضها الرجل الحر الشريف. أما رأيته بعيني فلا يشرفني أن أكون مثقفا أخوي علي. هم يريدون لثياب غيرهم، لا بأس لديهم لو احترق المجتمع بأكمله. فوجئت من يمارس ما يستطيع من ضغوطات كي أتراجع عن هذه القناة. أستاذ صالح أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا أخوي علي. كنت في الأيام الماضية يعني نجم العراق إذا جاز التعبير. ودي بس نرجع من البداية. أنت الكلام اللي قلت تقول بعد ما فرقت ريحك انه بيدور حول المرأة والى اخره واتهامات، وقالوا بعض الناس انه انت كنت منفعل، لكن انت ذكرت في تويتر تقول ليست ردة فعل انفعالية لحظية او مرتبطة بهذا الملتقى دون سواه، بل هي عبارة عن رؤية متراكمة على مدى عدد من اللقاءات الثقافية، وهو ما ولد لدي انطباع سيء جدا عن بعض المثقفين والمثقفات. ويعني قلت أيضا آمنت أن مشروع التنوير الثقافي المزعوم في السعودية يدور حول المرأة، وأيضا قلت أن ما كان يحدث في بهو ماريوت على هامش ملتقى المثقفين الذي يقيم بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض عار وخزي على الثقافة. هل أحد يعني في عندك جديد تقول أم لازلت متمسك بالرأي؟ وأيضا كيف بدأ الموضوع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. أخوي علي، تعلمنا وتربينا أن الثقافة سلوك، أن الثقافة ممارسة. الثقافة أنك تعرف وش مقومات المجتمع اللي أنت تعيش فيه، تعرف هذه المقومات وتحافظ عليها سواء كانت دينية أو تاريخية أو قيمية أو غيرها. الثقافة أخوي علي مسؤولية اجتماعية كبرى أمام الإنسان الصادق. الثقافة مسؤولية كبيرة علي أنا كشخص، على أي شخص آخر أيا كان مستوى العلمي. إن أردنا أن نحافظ على المجتمع يجب أن نحافظ على ثقافته. نحن لا نتحدث عن وجاهة أو مكانة أو وسيلة للحصول على هذه المكانة، ولذلك لا ينبغي أن يعبث الإنسان مهما كان ومن كان بثقافة المجتمع. وحينما ندرك، وهذا رأيي الذي مقتنع فيه، وحينما ندرك أنه بدأ يفعل ذلك، هذا الشخص يفعل ذلك، يعبث بهذه الثقافة، يعبث بثقافة المجتمع، لابد أن نقف له بالمرصاد، لأنه يسيء المجتمع، يسيء ثقافة المجتمع. ينبغي أن نمارس الثقافة أخوي علي بوعي وبإدراك وبفهم لطبيعة هذا المجتمع الذي نعيش فيه وخصوصيته. لكل مجتمع في العالم خصوصية، لكل مجتمع خصوصيته التي تميز عن أي مجتمع آخر. فكيف بهذا المجتمع؟ مجتمعنا مجتمع محافظ شرفه الله عز وجل برعاية الحرمين الشريفين، لدينا خصوصية شاء من شاء وأبى من أبى. ولذلك هذه القناعة الشخصية يجب أن تتماشى ثقافة هذا المجتمع مع أبرز وأهم مكوناته. السلوك أخي الكريم هو ترجمة للثقافة ذاتها. أنا تحدثت عن السلوك هو ترجمة للثقافة ذاتها. يختلف الناس أمام مفهوم الثقافة يتجادلون، مفهوم عريض، لكنهم يتفقون جميعا على أن السلوك هو صدى، هو نتاج لهذه الثقافة. أي ثقافة لا تنعكس إيجابا على السلوك لا قيمة لها، مهما حاول المخالفون أن يقولوا بغير ذلك. أنا قبل أني أتحدث عن التدريب أنا أريد أن أتوقف طويلا، وسأتوقف طويلا أمام ردة الفعل. أنا سؤالي لماذا هذا؟ هل لامت التغريدة جرأة؟ أم أن التغريدة اللي أنا كتبتها في تويتر كانت مثل ضوء الشمس، كشفت عن ملامح تغريد يمارس في الخفاء
ضد أبرز مكونات هذا المجتمع وهو المحافظة. نحن مجتمع محافظ، وأنا شعرت بأن هناك مؤامرة تحاك في الخفاء ضد هذا المكون الحقيقي للمجتمع. يعني هل كان هناك صورة نمطية يراد لها أن تسود في مجتمعنا؟ أنا أخي الكريم علي كتبت تغريدة عامة، كتبت تغريدة عن قناعة تشكلت لدي. أنا لم أتهم أحدا أبدا بالزنا، لم أتهم أحدا أبدا بالخطأ، لم أتهم أحدا معينا بقلة الأدب. لماذا هذا الطلب؟ هل أستطيع مثلا وفقا لهذا القياس الذي حاكموني من خلاله أن أحاكم الروائي الذي كتب روايته وضمنها أوصاف وفصول تحكي الشذوذ في المجتمع أو العهر؟ خلي بالك، بس ترى أنت يعني من المثقفين، ونحن نتكلم الرواية شخوص في الرواية ما لها علاقة بالشخصية اللي يكتبها. خلينا في التغريدة. وما رأيته بعيني فلا يشرفني أن أكون مثقفا أخوي علي، وما رأيته بعيني فلا يشرفني أن أكون مثقفا أخوي علي. ما الذي رأيت بعينك؟ ما الذي رأيت بعينك؟ يعني صالح كأنك مثقف، ما الذي رأيت بعينك؟ ما الذي يدور بالخفاء؟ ما هي المؤامرة؟ أستاذ علي، هي بالمناسبة صورة نمطية تشكلت عن واقع مرير ومخجل لبعض المثقفين والمثقفات على مدى لقاءات كثيرة في الداخل وفي الخارج. طيب، كان تمام الصورة هو اللي أنا شاهدته على هامش ملتقى المثقفين الآخرين. ووالله يا علي لو أن اللي قالوا أنهم لم يشاهدوا ما يخدش الحياة، الذين قالوا أنهم لم يشاهدوا ما يخدش الحياة، لو كانوا صادقين لجاءوا بزوجاتهم وبناتهم إلى الملتقى، لكنهم يعلمون في قرارة أنفسهم أنه خزي وعار، فلا يريدون لثيابهم أن تحترق، هم يريدون لثياب غيرهم. لا بأس لديهم لو احترق المجتمع بأكمله. نحن على أبواب، وأنا أراهن وأتحدى من خلال برنامجي، نحن على أبواب معرض الكتاب. أنا أتحدى جميع الذين خالفوني الرأي وشككوا في مقولتي أن هناك ما خدش الحياة، أنا أتحداهم من خلال برنامجي أن يحضروا إلى البهو بعد شهر في معرض الكتاب بزوجاتهم وبناتهم. طيب صالح، خليك معي. أستاذ عبدو، مساء الخير، أهلا وسهلا فيك. سمعت الأستاذ صالح تعليق. مساء الخير. أولا لم أكن أتوقع أن أقف مع الأخ صالح في هذه الصورة، أولا لأنه صديق، الأمر الآخر لأن القضية ليست فكرية أو ثقافية، ولو أن العالم يشاهدنا الآن بأن جلوسنا للمناقشة أخذ ساعات أو ساعة هوائية أو بثا في قضية الأخ صالح يعلم تماما أنه لم يحدث شيء. بدءا كان ودي أن يقول الأخ صالح ما الذي حدث. إلى الآن هو قدم لنا قطعة تعبيرية جيدة يتحدث فيها عن الثقافة، عن مفهوم الثقافة، عن انعكاساتها على السلوك. إلى الآن لم يستطع يقول لنا ما الذي حدث. إن كان يقصد الاختلاط فهذه مسألة خلافية في جوازها أو عدم جوازها، وإن كان يتحدث أن هذا الاختلاط هو بالنسبة له خزي وعار، فالمسألة استغربها أن تصدر من صالح كوننا إذا أردنا أن نحتجم بما احتجم به من الأخوة الذين لا يرون في المثقفين صلاحا، وأن التغريدة التي قالها صالح وافقت هواهم، وبالتالي صاروا بالناس أو لو شاهد ما حدث أو ما يقرأ لا شعر بالخزي مما قال، كونه اتهم أناس من غير أن يوضح هذه التهمة. إلى الآن وإحنا قبل أن نغادر الحلقة أتمنى من صالح أن يقول ما الذي حدث. هل يقصد الحدث أننا كنا جالسين في البهو مجموعات، أن يجلس مثقف مع مثقف، أن يجلس مثقفون مع مثقفات، هذا هو الخزي والعار؟ إذا كان هو يقيس هذا الحكم على أن الجلوس أو الاختلاط مثقف مع مثقفين داخل البهو مع وجود 3 قنوات تصوير تصور وتبث ونحن خلفية لها، إذا كان يرى هذا المسألة خزي، فالخزي إذا يشمل كل نشاط تحضر فيه المرأة، سواء كانت في المستشفى أو كانت في الغرفة التجارية أو كانت في التلفزيون. فهذا بهذا المفهوم
صالح يجرم المجتمع كاملا. بمعنى أيضا آخر، إذا أراد أيضا أن نتكي على المسألة الدينية، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلال. فما نسبتنا من الأمة الإسلامية نحن كمجتمع سعودي؟ لا نعد في هذا الطوفان من المسلمين من اندونيسيا شرقا الى تركيا غربا جزء بسيط، بمعنى جزئيه بس فقط اكملها، ان هذه الامه لا يثيرها ان تعمل المراه، لا يثيرها ان تقود المراه، لا يثيرها ان تحضر ندوات ثقافيه. فما الذي يراه صالح انه خزي؟ لابد ان يحرر المساله الان، لان كثير من النساء متهمات في أعراضهم، وكثير من الرجال متهمين أيضا في أعراضهم. رجاء أتحدث أن هذا الاختلاط هو بالنسبة له خزي وعار. فالمسألة أستغربها أن تصدر من صالح، كوننا إذا أردت